فخليني كده اسالك اول سؤال كده من ضمن الاسئله، ايه هي فكره الابداع اصلا؟ وهل الواحد بيبقى هو اوريدي تالنتد مولود بحاجه اسمها ابداع، ولا دي مهاره بيكتسبها مع الوقت؟ بص، الابداع انا في وجهة نظري مفيش حاجة اسمها ابداع من اللاشيء. تمام. المبدع رأيي هو ربنا، او هو ده طبعا اللي جاب ونعم. حاجة من لا شيء. بس احنا ونعم بالله. كلنا بقى لما بنيجي نبدع او نطلع فكرة جديدة، وده موجود في كتب قريته. هي بتبقى عبارة عن افكار جديد، افكار قديمة حصلت، انت جمعتها بشكل مختلف عملت لها ري اوردر في فورمات، بالظبط، في فورمات مختلف. فانت خدت حته من هنا على حته من هنا على حته من هنا، وده ياخدنا للجزء الثاني من سؤالك. طب هو ازاي الناس بتبدع؟ هو الفكره بيبقى عباره عن توليد، او نتيجه ان انت استلهمت من ده حاجه ومن ده حاجه، ومن حاجات انت شفتها. سواء انا في المجال بتاعي مثلا في الاعلانات، بتبقى في اعلانات كتير شفتها في حياتك، في ارت، حاجات فنيه، ممكن لوحات، معرفش ايه، حلو. تستوحي منها فكره. وكل ما بتغذي نفسك اكتر، كل ما انت ممكن الافكار تطلع بتبقى افكار عندك اكتر. اكتر. وعشان كده ده جزء اساسي من شغلانتنا، ان احنا لازم نقعد نتفرج كتير على كل حاجه بتحصل على السوشيال ميديا وعلى بمعنى وفي تثبيت الاعلانات. الانبوتس اللي داخلالك من بالظبط. كل حته. تتفرج على افلام، تتفرج على مسرحيات، تتفرج على يعني مثلا، ما هو ده المسرحيه حد كتبها، والفيلم حد كتبه، والاعلان حد كتبه. حلو. بس كل ده ميديم مختلف، كل ده ليه طريقه كتابه مختلفه عن التاني. فورماتس مختلفه في الكتاب. حلو.